تعرف إنك ممكن تاخد ثواب صيام سنة كاملة بصيام 6 أيام بس؟ طب تعرف كمان إن في يوم واحد بس لو صُمته بيكفّر لك سنة فاتت قبله؟ النهارده هنفتح دفتر الشتات الرباني وهنعرف إيه هي الأيام اللي النبي صلى الله عليه وسلم كان بيعشق صيامها، وإيه البدع اللي الناس بتُقع فيها في شهر شعبان، مع إني عارف إن شهر شعبان فات وإحنا دلوقتي في رمضان، ولكن برضه حبيت إني أقولها لك علشان تزوّد عندك حصيلة المعلومات، فما تبقاش بخيل وتاخد المعلومات دي لنفسك بس، اعمل share وmention لصاحبك علشان تاخد الأجر والثواب. صلّي على النبي صلى الله عليه وسلم في الكومنتات قبل ما نبدأ، وركّز معايا علشان تاخد بونص حسنات ما لوش آخر. تعالَ بينا ندخل على خريطة صيام التطوع. أول جايزة معانا وهي الستة من شوال أو بما يسمى الستة البيض، والسر هنا في رقم 10 وهاقول لك ليه كمان شوية. قال صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان ثم أتبعه ستا من شوال كان كصيام الدهر. طب ليه بقى صيام الدهر؟ هات الآلة الحاسبة بتاعتك وتعالَ احسب معايا. رمضان 30 يوم، 30 يوم في 10 ب300 يوم، اللي هم بما يعادلوا 10 شهور، والستة من شوال اللي هم موضوع النهارده أصلًا اضربهم في 10 يبقى ب60 يوم، اللي هم شهرين، زائد ال10 اللي إحنا حسبناهم من شوية، يبقى أنت كده كأنك صُمت السنة كلها. فإنك تصوم رمضان وتتبعه ب6 من شوال كأنك فعلًا صُمت السنة كلها. ما تستغربش من كرم ربنا سبحانه وتعالى، ربنا أكرم الأكرمين، اوعى تستغرب من حاجة زي كده. في بقى سؤال مهم جدًا، لو أنا عليَّ صيام قضاء من رمضان، أصوم الستة الأول والّا أصوم قضاء رمضان الأول؟ بُص، الأفضل إنك تصوم أيام القضاء الأول عشان يتحقق عندك شرط صيام رمضان كامل، ولكن لو الوقت ضاق عليك ففي سعة إن شاء الله تقدر تصوم الستة من شوال وبعد كده تقضي الأيام بتاعتك. سيبنا بقى من الستة من شوال وندخل على أفضل الصيام عند الله سبحانه وتعالى بعد شهر رمضان، وهو صيام شهر المحرم، وخصوصًا يوم عاشوراء. النبي صلى الله عليه وسلم قال إنه بيكفّر سنة كاملة فاتت. وفي تكة هنا للمحترفين، السنة إن إحنا بنصوم قبله يوم اللي هو بيبقى تاسوعاء بما يعادل 9 محرم، وإحنا هنا بنصومه علشان نخالف اليهود وما نكونش زيهم في صيام يوم عاشوراء فقط. النوع التالت من صيام التطوع اللي هنتكلم عليه في فيديو النهارده هو صيام شعبان. النبي صلى الله عليه وسلم كان بيكتر جدًا فوق ما تتخيل من الصيام في شعبان، لدرجة إنه كان بيصومه كله إلا قليلًا، وده يعتبر تسخين لروحك قبل رمضان. وخلي بالك من الفخ إن ما ينفعش تخصص يوم نص من شعبان بالصيام، والحديث اللي بيقول لك صوموا نهارها وقوموا ليلها ضعيف جدا. طبعا انت اكيد بتسأل نفسك انا ليه بكلمك عن صيام شعبان وصيام المحرم والستة من شوال والصيام التطوع ده. بصراحة حبيت ان انا ادي لك كل المعلومات عن الصيام عشان تبقى انت مقفل ملف الصيام كله وما عندكش اي سؤال فيه، كمان عشان لو عندك في يوم من الايام حاجة مش عارفها تقدر ترجع للسلسلة دي وتشوف الحاجة اللي انت عايزها وفضل الله هتلاقيها باذن الله. يلا بينا نكمل. في سؤال مهم جدا، هل في نهي عن الصيام بعد النص من شعبان؟ جمهور بيقولوا ان عادي تصوم براحتك لحد قبل رمضان بيوم او يومين، والنهي هنا بس انك تسبق رمضان بيوم او يومين احتياطا، الا لو كنت متعود انك تصوم اثنين وخميس مثلا ووافقوا الايام دي، ففي الحاله دي صوم ومفيش مشكله. في الفيديو بتاع بكره ان شاء الله هيكون الجزء الثاني من صيام التطوع علشان الفيديو ده ما يبقاش طويل، ولكن عاوز افكرك ان صيام التطوع ده هو الحصن اللي بيحمي صيامك الاساسي وبيخليك دايما في حاله اتصال مع ربنا سبحانه وتعالى طول السنه. عايز افكرك انه من زاد من النوافل كان عند الله من الاوائل، فاربح تجارتك وارفع منارتك واجعل لله في الفرض والنفل طاعتك. اعمل لي فولو عشان تعرف كل يوم معلومه جديده عن الصيام، ما تنساش اللايك والشير والمنشن عشان تشاركني في الاجر والثواب. انا عبد الرحمن هلال، استنوني في حلقه بكره ان شاء الله، ورمضان كريم.